عليكم يا جماعة، عاملين اخباركم؟ النهارده هعمل مقلب امي على البانيه. مهم استنوا بقى، هنديها دلوقتي. يا ماما خد تعالى. ايه يا احمد في ايه؟ البانيه دي هتكفي؟ ليه يا احمد ساعدت ولا ايه؟ طبعا. يم دي 3 فرخات اصلا، ده كنت عامل 3 فرخات يم اللي هم كنت شاريهم. مش هنعمل بانيه، احنا هناكل مشوي النهارده. مشوي ايه؟ ده هو البانيه النهارده. لا هو هناكل مشوي بس. انت مش هتعصبني. لا والله مشوي، هنجيب بيتزا. بيتزا ايه؟ انا طلعت بانيه وبعدين انتوا الصبح جايين لي هناكل بانيه، طلعت البانيه. مش متعب، مش البانيه. بقول لك ايه، انا بغسل في البوتاجاز. بلاش ايه؟ لا والله هناكل مشوي. لا مش هعمل مشوي النهارده، هو البانيه. انا هاكل مشوي. لا مش هعمل مشوي. باكل انا بانيه انا. لا انت الصبح وانت ماشي على المدرسه سالتك انت هتاكل ايه يا احمد؟ قلت لي باكل انا بتاع بانيه انا. هو انت بتعصبني ولا بتحرق دمي؟ انا واكله بقالي يومين اهو. لا والله هاكل. لا انا عامله حسابي، وبعدين العصر قدم اصلا فمش هعمل حاجه غير البانيه. لا انا هاكل يابا مشوي. انت بتهزر صح؟ والله هاكل مشوي. ولا بتعلق فيا النهارده؟ لا هاكل مشوي. لا مش هعمل مشوي. لا هاكل مشوي. مش هعمل مشوي يا احمد، مش هتعلق يا احمد. والله هاكل مشوي. طب خلاص هناكل اكل غير البانيه بقى. اكلك ان بس شاء الله. اي اكل غير دي بقى. بص هو انا النهارده صاحي اصلا مش قادره اعمل حاجه، فالنهارده بص انا بغسل في البوتاجاز اصلا. انا مش هاكل انا بانيه النهارده بقى، خلاص هي قافله. طب خلاص مع نفسك، ما تاكلش النهارده، صوم النهارده. ماشي هصوم. اعمل النهارده اول يوم رمضان وصوم النهارده، ما تاكلش. انت من ساعه ما جيت من المدرسه وانت قاعد على التليفون. ايه اللي جد النهارده؟ انت ما بتدخلش في الاكل اصلا. لا يابا انا عايز غير البانيه على الاول. بصوا الغوا الاكل النهارده احسن برضه. بس خلونا النهارده اليوم المفتوح، اكيد عاملين الرجيم واليوم المفتوح. بقول لك على حاجه بقى. نعم، في ايه تاني اخترعت لي ولا حاجه يعني؟ انا بعمل مقلب بس. مقلب في مين؟ مقلب في مين؟ اقسم بالله. انت مشغل الكاميرا؟ لا بتحرك. اقول كروت. اقسم بالله بتحرك. والله. استنى كده. اهو. استنى. اقسم بالله بتهرج. ما هو طب ليه؟ كده. اقسم بالله. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. طبعا اللي مش عارف المقلب اللي احمد عمله فيا النهارده، هو ندى علينا نكون بره طبعا. كساليه النهارده بطريقه فظيعه، فمش عايزه اعمل فيديوهات. فهو بيقول لي يا ماما هتعملي ايه؟ قلت له ان خشه اراقب المطبخ من المواعين اللي فيه وكده، فمش عامله موضوع. والقرآن ما كانت عارفه حاجه، والقرآن. احمد بحلف لكم ان انا مش عامله حاجه. فهو ماشي على المدرسه، سالته انتوا عايزين تاكلوا ايه؟ فقالوا لي بانيه النهارده، فطلعت البانيه عشان استنى. اعمله ليهم النهارده. فمش عارفه هو عمال يظبط ايه ولا يعمل ايه. فوجئت ان هو عمال يتكلم. اقسم بالله انت اشمعنى يعني النهارده؟ لقيته عمال يكلمني ويقول لي لا احنا عايزين ناكل مشوي النهارده وغيرينا ومش عارفه ايه. فطبعا احنا متفقين ان احنا هناكل بانيه النهارده، وطبعا دي الاكل بتاعنا. فبشكر احمد على المقلب اللي بتاعه ده. اقسم بالله انا ما كنت اعرف حاجه، فالموضوع اجى كده. بشكركم يا جماعه على مقلب احمد. طبعا كل واحد على قد يعني، ده مخ احمد ان هو حابب يعمل فيها المقلب ده. شكرا لكم، ويا ريتكم تشتركوا لي في القناه وتدعموني، وشكرا لاحمد مره تانيه. طبعا ده احمد باشا هو اللي حابب يعمل فيا المقلب. ماشي. فطبعا انا جبته عشان طبعا هو حابب ان هو يعمل فيا المقلب، معرفش هو دماغه كان فيها ايه، بس ان شاء الله اردها له في الافراح ان شاء الله بمقلب ظريف وحلو زيه ان شاء الله. فالدنيا هتبقى تمام ان شاء الله. وان شاء الله عمل له حته مقلب مترتب متظبط متقيف زي ما هما بيقولوا. طبعا احمد حته المقلب بتاعه النهارده ان هو يفكر في المقلب ده غريبه. ان هو دماغه تشتغل ويجي من المدرسه يقول لي يعني هنام ومش عارف ايه، ويخش يعمل لي المقلب وهو عارف ان انا بشتغل في المطبخ اصلا. فبشكر الاستاذ احمد على المقلب بتاعه ده. شكرا لكم.